الله يرحمها ماما ما كانتش بتسلق الترمس بسبب المعلقة دي، ما بنسلقهوش، طريقة جديدة جربيها مش هتعملي غيرها ان شاء الله. جبت كيلو من الترمس حطيته في حاجة غويطة، بعد ما نقيته رحت غسلاه اكتر من مرة، بعد ما غسلته رحت مصفيه، وبعد ما صفيته برجعه تاني في البولة وبحط عليه لتر مية سخنة بتغلي من الكتل اهو بالشكل ده. بعد ما بحط المية عليه بروح مغطياه بقى، بقعده كده منقوع في المية لمدة ساعة، بعد ساعة برجع له بلاقيه شبه استوى زي ما انتوا شايفين كده. شوفي طريقتنا ومش هتعملي غيرها ان شاء الله. هنا بقى بشطفه مرتين تلاتة وبروح مصفياه وحطاه في حلة على البوتاجاز، ما بشغلش البوتاجاز دلوقتي. بحط عليه بقى لتر المية كده، والمعلقة دي هي السبب اللي هتخليني مسلقهوش. معلقة بيكنج باودر بتاع الكيك بحطها، المعلقة دي اصلا بتدوب اي حاجة يا جماعة. ما بتسلقيش، انتي بتديه غلوة واحدة بس على النار، بعد ما تديله غلوة هتلاقيه استوى معاكي زي ما شفتي. بتصفيه في الحوض واشطفيه مرتين تلاتة. وهنا بقى بعمل له الدقة، بحط 3 لتر من المية، عليهم 3 معالق كبار من الملح، وبحط عليهم معلقة صغيرة مليانة من الكمون، معلقة من البابريكا، ومعلقة من الشطة، والشطة دي اختياري براحتك خالص، بس احنا بنحبه بالشطة بصراحة. بعصر عليه بقى حوالي 3 4 ليمونات. ولو وصلتوا لغاية هنا بالله عليكم ادعوا لماما بالرحمة، عشان هي اللي معلماني الطريقة دي وبعملها بخبرة السنين بصراحة. الله يرحمها يا رب ويرحم كل امواتنا ويرحم بابا، بالله عليكم ادعوا لبابا كمان. هنا بقلبهم بالشكل ده، وبروح بقى جايبة ايه، بصوا الترمس خلاص يا جماعة استوى. مفيش 10 دقايق، انا ما سلقتش، انا اديت غلوة واحدة بس. الفرق بقى ما بين الترمس المستورد والترمس البلدي، الترمس المستورد بيبقى الصفار بتاعه فاتح زي ما انت شايفة، اما الترمس البلدي بيبقى اصفر عن كده، وبياخد طبعا سوا على النار، لكن ده مفيش اصلا. حطي له بس المعلقه دي هي غلوه. هنا بقى ايه، بصفيه وبشطفه مرتين تلاتة، وبروح مصفياه وحطاه في الدقه بتاعته. بسيبه منقوع في الدقه دي لمده ساعتين يكون احسن، ما تاكلهوش في ساعتها عشان يشرب من الدقه ويبقى طعمه احلى، ويبقى طعمه كده جميل. عايزه تاكليه في ساعتها براحتك، بس انا بحب اسيبه منقوع في الدقه بتاعته شويه. وطبعا كنت سالقه معاه حمص وحاطه له نفس الدقه برضو، وكان طعمه يجنن. قدمي بقى الصينيه الحلوه دي في ضيافه العيد، كل سنه وانتم طيبين، عيد فطر مبارك حبايبي. يلا بقى جربوا الترمس بطريقتنا وان شاء الله يعجبكم، وطريقه سهله قوي. لو انت عايزه تاكلي الترمس مش هتشيلي هم انه يتنقع ساعتين 3 4، ولا يتسلق في ساعتين 3 4، 10 دقايق وتاكليه ان شاء الله. يلا بقى نقدمه كده في ضيافة العيد، وكل سنة وانتم طيبين، عيد فطر مبارك. ما تنسوش الكومنت الحلو اللي بيفرحني، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو وصلتوا لغاية هنا، وتصلوا على الرسول. استنوني الفيديو الجاي.